تعرف كلمة لعيب نحس مش هاري كين ولا مايكل بالك ولا رويس؟ طيب تعال اقول لك حد تاني. كان في لاعب في الستينيات في منتخب المانيا كان اسمه اوفا زيلر. اللاعب ده ما كانش مجرد لاعب وخلاص، اللاعب ده تالت اكتر لاعب في التاريخ لعب دقايق في كاس العالم بعد بيكن باور ومالديني. لعب مع المانيا في كاس العالم 1980 دقيقة. اللاعب ده لعب في كاس عالم 58 و62 و66 و70 وبعد 70 اعتزل كرة القدم. طيب فين النحس في الموضوع؟ احنا قلنا ان اول بطولة لعبها كانت 58، طيب البطولة قبل منها كانت 54، المانيا اخذت كاس العالم. وربنا كلها صدفه وتصادف يا عم هيثم. صدفة وتصادف. واخر بطولة اعتزل فيها كانت 70، بعد 70 المانيا خدت اليورو 72 صدفه وتصادف يا عم هيثم. صدفة وتصادف، بلاش كده. وكاس عالم 74. دي مفارقه غريبه جدا يا عم هيثم. قضاء وقدر، قضاء وقدر يا ابن البومة. فلو انت حاسس انك نحس شوف عم سيزلر. سيزلر ايه؟ ده التاني مطعم. ولو انت حاسس انك نحس شوف عم زيلر. وده كان فيديو رقم 20 من حاجات غريبة في كرة القدم.